مع الأسف الشديد يا إخواننا، وهذا من باب لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هناك على ذكر المسلسلات والسكيتشات وغير ذلك، راه في القنوات التي لا يمكن منعها مثل الام بي سي هذه، الام بي سي هذه مصيبة. الله وكر الشيطان. يعني جاءوا وتجرؤ على نشر فيلم تمثل فيه الصحابة وهم عراة وأنهم أصحاب موجون وزينة وفسق، حاشا للصحابة رضي الله عنهم، وتعرض مسلسل عن الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. معاوية بن أبي سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا، وهو نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هو صهر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أخته وكان كاتب الوحي. ويقول ابن كثير هو خال المسلمين، لأن أم المؤمنين رملة رضي الله عنها هي أخته. وحرفوا هذا يعني معاوية رضي الله عنه كما يقول بعض السلف باب الصحابة، هو الباب، فمن اعتدى على الباب اعتدى على أهل الدار. فهذا كاتب الوحي وخال المؤمنين، صحابي جليل، أول ملوك الأرض، أول ملوك الإسلام. ومن العجب أن التعليقات لما تنظر إلى هذا الفيلم يعني في الانترنت تجد كثير، لا كثرهم الله، يعلقون بالرضا وعدم الإنكار. والواجب على المسلمين في العالم أنهم ينصبوا كلهم، إذا كان مليار مسلم كل المليار مسلم يستنكر على هذه القناة حتى يخزيها الله سبحانه وتعالى. وإننا في رمضان وبهذا الصيام ونحن دخلنا العشر الثانية نتضرع إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصب على هذه القناة وأمثالها سخطه. اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك، اللهم اخزيها كما أخزيت عادا وثمود وقوم لوط والمؤتفكات وأصحاب الرس، وما كما أخزيت قريش يوم بدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن ينزل عليهم الصغار والذل والحقار، وأن يجعلهم للناس آية ولا يبلغهم غاية، وأن يصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يطهر بيوت المسلمين من هذه القناة. والواجب على المسلمين أن يطلقوا مثل هذه القنوات، وأن يعني يستنكروا النكير الشديد نصرة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.